الشارع لتوجيه تهنئة حارة من القلب إلى خيرة الشاطر. يستحق التهنئة على أشياء كثيرة جدا، لكن التهنئة هي إن أنا سمعت زهراء النهارده وحاجة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك يا زهراء. صحيح. واعتقادي فاكر كده ايام ما كان سيدنا محمد، انا بقالي فتره الحقيقه ما اعتقدتش يعني اساله العفو والعافيه، لكن كان محمد زي ما في سن كده الاطفال لما كانوا بيحضروا منتجات تضامن من هذا النوع اكيد كان عمال يعملوا برضه. ولما سمعت زهراء النهارده حسيت فخر شديد، اسف ان خيرة الشاطر يشعر به، لان قيمه الذين يعطون عمرهم لقضيه عامه في انهم مقبولين دايما في شعورهم انهم واخدين اجر، شعورهم في قلبهم انهم دائما نالوا ثواب عظيم ونالوا اجر عظيم على ما دفعوه للدعم. والحقيقه هو الثمن العادل في اعتقادنا ان ينفسر الحق ويظهر الباطل، لكن دي مساله تاخد وقت طويل في حياه بتبحث عن كرامه مستحقه ومفتقده. عشان كده اللي بيناضل بيجد اشياء كثيره جميله جدا تشعره بانه خد ثمر عظيمه حتى لو لم يتحقق هذا النص، وحتى لو لم يشهد بعينه ان الباطل يظهر وان دوله العدل والحق والحريه والكرامه بتكون. ومن دي اجمل ما يمكن ان يستشعره المرء حلاوه في قلبه ان ربنا يعطيه ابنه مؤمنه بابوها وبقضيته وبقيمته تفخر بيه وبتحبه كما شعرت وانا بسمع زهراء خيرة الشاطر. تحيه لها ولابناء وزوجات واسر كل المناضلين المعتقلين المغيرين والمسلمين.